داخل مجال البرمجه اللي بيجيب فلوس. اي حد بيفرض نفسه على المجال بيخلع، مش بيعرف يكمل. كان في لعبه على الفيسبوك فكنت عايز اهكرها فدخلت المجال من هنا بقى. تخيل ان حد بيكتب يومياته ولكن بطريقه مرئيه عن طريق الفيديو. راح فين؟ في كلاب بره مش هينفع تخرج. اوكي، السلام عليكم. ابديت سريع، الحمد لله وصلنا للفيديو العاشر. ده الفيديو اللي بيتصور دلوقتي، الفيديو ال11. الواحد كل يوم الصبح بيصحى حاسس ان هو مش قادر يكمل. الموضوع متعب جسديا وذهنيا جدا بصراحه، خصوصا مع الشغل او الحاجات اللي الواحد بيعملها في اليوم. ففكره ان انا احشر حاجه زياده اصلا ده كان حوار بالنسبه لي كبير قوي، ولكن الحمد لله ان الواحد ما كانش بادئ الموضوع ده عشان شويه شغف او شويه حماس كده وخلاص، ولكن كان في اسباب لده، ويمكن ما قلتهاش كلها، قلت جزء منها بس في اول فيديو يعني. لان حوار ان انت تعتمد على الحماس والشغف والكلام ده مش احسن حاجه يعني لو شبهنا اللي انا بعمله ده بعربيه مثلا، البنزين اللي هيحرك العربيه هو الاسباب اللي انت مقتنع بيها وعملت الحاجه دي عشانها. فانتفاء الاسباب دي او ان هي تختفي العربيه مش هتتحرك. ولكن لو جبت شويه ناس يزقوك بس انت مش معاك بنزين، فممكن نعتبر الناس اللي زقوك دول هم شويه الحماس والشغف اللي في الاول، بعدين الناس دي هتتعب خلاص، واللي هيكمل معاك هو البنزين. معاك بنزين هتكمل، مش معاك خلاص. في نقطه تانية برضو، انه في ناس مش فاهمه قوي ايه اللي انا بعمله نوعا ما، او مش فاهمه نوعيه الفيديوز دي، وده شيء طبيعي بسبب ان اليوتيوب او الانترنت عامه مليان فورماتس كتير قوي كونتنت. وعشان اقدر الخص اللي انا بعمله مثلا او اشرحه بشكل مبسط، فهو عباره عن تدوين. تخيل ان حد بيكتب يومياته ولكن بطريقه مرئيه عن طريق الفيديو. فهي نفس الفكره بالظبط، هي اسمها فلوج من كلمه فيديو بلوج اللي هو تدوين مرئي عن طريق الفيديو يعني. فانا بتعامل مع ده على انه الارشيف، حاجه هشوفها بعد كام سنه وابقى يعني ما عنديش مشكله معاها. يعني كده كده الواحد الحمد لله مش بيعمل حاجه حرام ولا بيعمل حاجه غلط، فتمام. فكره بقى الفلوج دي مش حاجه جديده، انا مش مخترعها ولا اول واحد يعملها يعني. بالعكس، انا لو هتكلم في الموضوع ده فانا متاخر اصلا 10 سنين. يعني انا كان نفسي اعمل الحوار ده من 2016 او 2017، كان عندي 15 سنه ساعتها. فلا يعني الناس كتير قوي عملت ده باشكال مختلفه، ويمكن برضو دي حته انه الناس واخده فكره عن الفلوج انه لازم يبقى بشكل معين عشان هم اتعودوا يشوفوا شخص معين بيعمل فلوجز بطريقه معينه فلازم انا اعمل زيه. لا يعني ممكن ابقى بعمل ده بطريقتي انا، لان انا لو عملتها بطريقه حد تاني فايه ايه بقى الجديد اللي انا عملته، او ايه الحاجه اللي مش هبقى مرتاح وانا بعمل ده عامه برضه. والنقطه الاخيره فكره الاستفاده، او انت تطلع باستفاده جامده جدا من الفيديوهات. وده انا بحاول اعمله في الفيديوهات، سواء بقى من الكلام اللي احنا بنتكلم فيه او من الحاجه الاساسيه اللي لها علاقه بالشغل اللي هو الكونتنت والماركتنج. ولكن مش في كل الاوقات او مش في كل الفيديوهات هيكون ده متاح، لان في ايام بيبقى اغلبها شغل، ما بيبقاش فيه مساحه ان الواحد يطلع يشارك حاجه او كده. وطبعا الواحد لو في مقدرته ان هو يبقى بيطلع كل يوم محاضره من الناس اللي هو شغال معاهم ومعلومات مفيده وهم ما عندهمش اعتراض على ده تماما، هيعمل ده ومش هيتاخر خالص يعني. فبس لو بس عملت حاجه من الاتنين دول فانا اضمن لك ان في فرصه اعلى ان كلامك يتشاف. وده مش تنجيم، انا عايزك بس تحلل كل الكونتنت اللي محقق اورجانيك اكسبوجر عالي وتشوفه حقق ايه من الاتنين دول، واتحداك اصلا لو لقيت حاجه ثالثه. الصراحه عادي ممكن تلاقي، لو لقيت ممكن تشاركني بيها، كنت شاكر ليك جدا. هقول لك تفاصيل الاتنين. ده الفيديو اللي كنا بنصوره من كام يوم، سيب اللينك بتاعه في الكومنتس او في الديسكربشن، اي حاجه يعني. تليفون ارضي، الكاميرا الاماميه دي ما جاتش. انا بقى معايا كم سكرينات ماشي، عايزين نضيفها على على الشاشه وبشكل ما يكونش رخم ومستفز. هنعمله دلوقتي عشان يوريك البخيره الافضل. خلاص انت لبست نفسك، ما فيهاش حل. طب يلا هقول. لما قعدنا مع الباشمهندس عمر، ومعانا هنا الباشمهندس حسام الراجل الورد بريس. دورك جاي يا صاحبي. استاذ عمر، ازي حضرتك؟ الحمد لله. عرف الناس بيك واللي انت بتعمله، الشغلانه اللي انت بتعملها في سكول. انا عمر، سوفت وير انجينير. دوري ايه؟ دور ان انا بعمل كاستم سوفت وير او حلول لكل المشاكل اللي احنا بتواجهنا في الحياه الحقيقيه او في الايجنسي بشكل مخصوص. يعني في حاجات كتيره مثلا بتواجهنا كل يوم كمشاكل، مثلا مشاكل في المونتاج، مشاكل في الديزاين، مشاكل في الماركتينج، مشاكل في تحليل الداتا. كل دي مشاكل بتواجهنا كل يوم. طب ايه دور السوفت وير انجينير؟ ياخد المشكله دي ويلاقي لها حل
تقني. يلاقي مثلا لو انا بقعد 3 ساعات بقعد العب في جوجل شيتس وبقعد احلل داتا وبتاع، لا هناخد الداتا دي هنحولها لسيستم، حتى لو سيستم صغير جدا، فهيوفر علينا ال3 ساعات دول. فال3 ساعات دول يتفضوا للتيم، فيعرف اللي كان بيصرفهم دول يصرفهم في حاجه اهم. حاجه تانية، عندنا سوفت وير بنستخدمه بالفعل وبندفع له اشتراك وشغالين بيه، يعني هو وحش. طب ليه احنا ما نبنيش احنا النسخه بتاعتنا منه ونطلع بنسخه بالفيتشرز اللي احنا عايزينها؟ وفي حاجات بقى تانية اللي هي ايه، الانترنال تولز، اللي هي 5 تولز صغيره كل واحد بيستخدمها، مش هتطلع للناس بس احنا بتسهل علينا الحياه بتاعتنا. الفيديو اللي بينزل النهارده يعني هو بيتكلم عن حاجه ليها علاقه بالوقت، وذكرت فيها كلوكيفاي. فلو محدش شاف الحلقه، يعني كلوكيفاي المفروض ان هو التول اللي كنا بنستخدمها عشان نتراك او نحسب الوقت اللي احنا وقت الشغل عامه. المفروض ان انت يعني طلعت اول فيرجن من السيستم بتاعنا اللي هو هنستبدل بيه بقى كلوكيفاي ومش عارف ايه اصلا المختلف في السيستم ده، وليه هو موجود او ليه رحنا هناك اصلا. اقول لك في حاجتين مختلفين في السيستم ده بشكل اساسي. اول حاجه ان هو حاجه بتاعتنا، فاحنا بناخد الداتا بنلعب فيها اللي احنا عايزينه، نحلل تحليل ادق، نستخدم. لو انت خدت بالك ان احنا عندنا حاجات في سكول هنا سيستم اللي هو ما بيني وما بينك، اللي هو تسليم التاسكات، شكل التاسك، شكل الكلاينتس مختلف، شكل الحاجات دي مختلفه. فحتى كلوكيفاي كان في حاجات كتيره مش معموله مخصوص لسكول، فدي كانت حاجه ناقصه عندنا جدا. غير الاي اي، في اصلا حاجه اسمها سكند برين، وده اللي كان مبني عليه السيستم الاول، ان هو بيفضي دماغك في شويه بلوكس وحاجات، فانت تعرف تحلل. لو انت مثلا متعلم 10 كورسات، فانت هتعمل بلوك او تعمل كانفاس ل10 كورسات، تعرف بقى تربط ما بينهم وتسال الاي اي فيقول لك ده 1 2 3 دول، لو جمعتهم هتعرف تتعلم الحاجه الرابعه وهكذا. سكند برين ده اللي هو المفروض ان هو اي جوه السيستم، بروح اديله كل اللي عندي تمام، وهو بقى يقول لي استخدمه ازاي احسن استخدام او يعدي لي عليه، فابدا ان انا اشوف حاجه احسن. صح؟ ويفضي دماغ، صح جدا، ويفضي دماغك في حاجات فيجوال، فعشان برضو تعتمدش بس على الاي اي، لا انت الحاجات دي بتتسيف في جرافس وتشارتس والكلام ده كله عشان ترجع تشوفها بشكل فيجوال كويس. انت اصلا دخلت المجال ده ازاي؟ انت اصلا عندك كام سنه؟ انا عندي 20 سنه و7 شهور تقريبا او 8 شهور. دخلت ازاي المجال ده او بدات امتى؟ في 2011 كان في لعبه على الفيسبوك، فكنت عايز اهكرها، فدخلت المجال من هنا بقى. دخلت بقى اتعلمت ازاي بهكر وازاي بجيب السيشن اي دي وبجيب الحاجات دي كلها، كانت على الفيسبوك يعني عشان اجيب جواهر كتيره. يعني البدايه البروفيشنال كان في 2019. كنت بروح الجيم، فكنت عايز ابني ابلكيشن على الموبايل علشان يساعدني في التمارين، فدخلت بقى اتعلمت اساسيات البرمجه والاركتكتشر والكلام ده كله، وبنيت التطبيق ومعايا لحد دلوقتي، وانا ما بروحش الجيم بس معايا لحد دلوقتي يعني. بس وبدات بقى امسك مشاريع لناس صحابي هكذا وكذا، لحد بقى ما لقطت شويه مع سكول واحمد فهمي لو تعرفه. اكيد تعرفه يعني. عارفه. بس وكذا بروجكت مع ناس صحابي يعني، وجبت اللاب وجبت التليفون كده. بما ان المجال بتاعكم يعني بحسه عامل زي كده الجرافيك ديزاين، ان هو ايه، اي حد مش لاقي حاجه يعملها يروح يتعلم شويه كودينج ولغات برمجه ومش عارف ايه، او يروح يتعلم زي الديزاين كده، يروح يتعلم شويه حاجات في الفوتوشوب يبقى جرافيك ديزاين. فانت شايف لو حد اصلا عايز يخش المجال ده بجد، ايه الخطوات اللي ممكن يمشي عليها، حتى لو مش خطوات عمليه، حاجات بس يهيئ دماغه ليها؟ بحس ان اي حد بيفرض نفسه على المجال بيخلع، مش بيعرف يكمل، او بيتني ماشي زي نظام الكليه كده، اللي هو ايه، عايز ينجح وخلاص، ما بيبقاش عنده عقليه، ولا ما بيكونش عارف يشتغل كويس داخل مجال البرمجه اللي بيجيب فلوس. سبوبه. بالظبط. تعال نخش المدخل بطريقه صح، ابدا اتعلم المعلومات الكافيه عشان تعرف تعمل حاجه انت عايزها. حلو. عايز تعمل ابلكيشن للجيم، عايز تعمل ابلكيشن لتنظيم الصلاه، عايز تعمل ابلكيشن يا عم تو دو ليست بس فيها فيتشر انت دماغك واكلك عليها، ابلكيشن موجود بالفعل تقوم جاي عامله تاني بس بالفيتشرز اللي انت عايزها. خش اعمل حاجه فعلا انت عايز تعملها، ما تقعدش تتعلمني ازاي تعمل تو دو ليست، ما تعملش ازاي تعمل نوتس تيكينج اب، لا الكلام ده كله مش هيكون معاك. روح اعمل حاجه انت فعلا هتستفيد منها، فهتلاقيك انت بتطلع قلبك وعقلك في التعلم بتاع الحاجه. الاي اي سهل الموضوع ده جدا. خش لاي اي اي تول في الدنيا، قول له انا عايز اعمل 1 2 3، عايز اتعلم من الصفر، هيقول لك تعلم كذا وسوي كذا. الموضوع لازم يبقى جاي من عند الشخص اكيد عشان يدخل المجال اصلا يعني. بعدين بقى يبقى جامد ولا لا، ده اشتغل على نفسه بس، ملهاش شورت كات خالص، ولا 20,000 اي تول هيساعدوك. انت هتبقى جامد لما تثقل معلوماتك
وتبدا تطبق كتير بشكل ذكي، ما تقعدش تنحت. كان في حاجه في الديزاين دايما بتتكرر، يعني ان انت ايه، كانوا بيجيبوا دروس الفوتوشوب ازاي تعمل شكل مسطره هعمل ايه، فتلاقي بينحت بالارقام بالالوان بكل حاجه. انا كده ما استفدتش، انا كده عرفت ازاي استخدم البين تول، ما عرفتش ازاي يعني ايه اعمل الحاجه واخطط لحاجه ويكون عندي حس فني. نفس الموضوع في اي مجال في الدنيا، انت محتاج تبقى تطبق وتضيف لمستك وتحاول تسرع. طب المشكله دي واجهتني، طب احلها ازاي، والكلام ده كله. بس وابعد على الفايب كودينج بالله عليك يعني عشان ما تتعبش. بس غالبا اغلب اللي يتفرج مش هيبقى فاهم الفايب كودينج. فايب كودينج ان انت تبقى يعني على الله ما تعرفش اي حاجه عن البرمجه وتبدا تحاول تبني ابلكيشنز والكلام ده كله، اللي هي الديجيتال برودكتس اللي بيقولوا عليها بالاي اي دي، صح؟ بالظبط. الحاجات البروفيشنال او الحاجات اللي فيها حد فاهم هيطلعها مليون مره احسن من حد هاوي عاجبه الشكل، غير ان هو واحد فاهم يعني ايه التفاصيل التكنيكال للحاجه. مستقبل رايح للاي اي او للبرمجه ومش عارف ايه، روح اتعلم برمجه، روح خش كمبيوتر ساينس، ولو ما دخلتش كمبيوتر ساينس فروح اتعلم برمجه برضه، خد كورسات بره ومش عارف ايه. وانت بتشوف الحوار ده ازاي، هل ده صح ولا غلط؟ يعني انت هتخش مجال اي اي، هتعمل اي اي مودلز، مفيش حاجه في مصر تدعم الموضوع يا عم. ان شاء الله ربنا يلهمه كده ويطلع شاطر فيها. ماشي. بس اغلب الناس لا. اغلب الناس لا. انا بقابل ناس في سنه رابعه وناس مدبلره 3 ولا 4 سنين عشان هم مش فاهمين المجال ده اصلا. يكون داخل الامتحان مبصمج، طب هو ده دخل المجال عشان هو اي اي وسبوبه وبتاع بيبصمج الكود. والله يعني احنا لسه في 2026 وفي الكليه في جامعه مرموقه بنكتب بالورقه والقلم. تكتب ايه؟ كود. فالموضوع لسه احنا عندنا في مصر منحدر جدا، فلسه فاضل كتير. فما يشغلش نفسه بالموضوع ده، هو يتعلم بره. لقى نفسه في الموضوع تمام حلو قوي يعني ربنا يبارك، ما لقاش يتعلم اي اي تولز ويفيده في اي مجال هو بيحبه. وانت كده في الغالب يعني ضد الحوار بتاع الكورسات؟ بص، خد كورس واحد بس الاساسيات، CS50 وافي وكافي وفي كل حاجه، او اي كورس بديله بالعربي، اتعلم بس الاساسيات، هيفتح دماغك لانك تتعلم ايه تعمل ايه. بس مش كده. هل في حاجه في الاخر عايز تقولها؟ والله انا مبسوط جدا ان انا هنا، بس مش يعني هنجيلك تاني ان شاء الله. جامد. انا حاسس بالاعاقه اللي انا فيها دي. ايوه بس كده شغل كده. السؤال بيتكرر كتير. افكت بقى. انا عايز دي ممكن تطول عن كده شويه. انت عايز تحط ايه، ساوند افكت؟ دلعنا كده. انت مديني فولدرين وجاي نجيب من ده. انا لسه كنت بدور عليه من الصبح. فتح كان بيقول له صباح الفل ايه بعد على اول عكسه. حلو والله. والله بقول لك اعمل كابشن.